تخيل معايا كده لو صحيت بكرة الصبح ومعاك فلوس كفاية وخلاص ما بقتش محتاج تشتغل ولا بقى في ضغط ولا زهق ولا توتر. هسألك سؤال، هتعمل ايه بالفلوس دي؟ لو السؤال دوت خوفك او حيرك تعمل ايه بالفلوس دي يبقى انت في مشكلة ولازم تحلها. رايح فين؟ ده لسه اللي جاي تقيل. اعمل قهوتك ويلا نستمتع. روعة والله. وبعد ما عملنا القهوة اللذيذة بتاعتنا حابب اقول لك ان المشكلة مش في الفلوس، المشكلة في حياتك نفسها. حاليا احنا بقى 2026 ومع كل التقدم اللي احنا فيه ويعتبر مفيش حاجة لم يتم اختراعها واي حاجة ممكن عقلك يجيبها هل هي بالفعل موجودة، لكن في حاجة واحدة مش موجودة وده عنوان حلقتنا النهاردة. الحاجة اللي مش موجودة في 2026. الحاجة اللي مش موجودة في 2026 ازاي تعيش حياة من غير ما تبيع روحك. فالمشكلة الحقيقية اللي قسما بالله العظيم محد هيقولها لك ان الانسان من قديم الازل لحد وقتنا هذا انه عايش على نموذج واحد للحياة، انه ما عندناش حياة مختلفة ولا نموذج مختلف نقدر نعيش بيه. النموذج اللي احنا اتربينا عليه انا وانت وغيرنا واللي قبلينا واللي قبلينا انك تتعلم، بعد كده تشتغل، بعد كده تخرج تجري، بعد كده تروح وتعالى وتستهلك لحد ما تلف في دوامة الحياة اللي كلنا عايشين فيها وتموت. هل دي سنة الحياة اللي ربنا عايزها مننا؟ لا والله، مش دي الحياة اللي ربنا عايزها مننا. فالمشكلة هنا مش في قلة الفلوس ولا في الضغط ولا العيال ولا قلة الشغل ولا الدين، ولا المشكلة اللي انت ما عندكش اسلوب مختلف تقدر تعيش بيه. المشكلة اللي انت مركز في قلة الفلوس، مركز في الاحتياج، مركز ازاي تأمن مستقبل عيالك. دي المشكلة. يعني مثلا تعال نشوف الشخص ومننا كتير اللي بيشتغل 10 ساعات او 12 ساعة وبيرجع البيت مهدود، بعد كده يفتح الموبايل وبيرجع البيت مهدود، بعد كده يفتح الموبايل يقلب في الريلز، بعد كده ينام. تاني يوم يصحى من النوم يفتح الموبايل يقلب يشوف حد بعت له رسائل ولا لأ، ويروح الشغل ويجي ويكرر نفس اليوم ومفيش حاجة جديدة، مفيش شيء بيتغير. وتيجي تسأله انت ليه عايش؟ يقول لك والله شغال اهوت يا عم عشان اصرف على عياله. طب اللي انت لو مت عيالك مش هياكلوا؟ عيالك مش هيتستروا؟ لا فلا هياكلوا هيتستروا. فالفكرة حياتك مش علشان تشتغل وتصرف على عيالك. دي رقم واحد. رقم اتنين، تيجي تسأله طب انت عايز علشان تشتغل وتصرف على اولادك وتسطرهم، طب انت عايش مبسوط؟ يقول لك والله يا عم انا قرفت من الشغلانه ديت. وكل ما تيجي تتكلم معاه في الحوار دوت بتحس اللي هو الرياكشن بتاع وشه اللي هو مش مبسوط، مش حابب يتكلم في الموضوع، لانه فعلا دي مش حياتك. اكيد مش هتحب حياتك كده، دي مش الحياه اللي ربنا خلقك علشانها. ما خلقنا الانس والجن الا ليعبدون. والله في آية في القرآن الكريم والله العظيم لو تدبرناها كويس نص تعبنا هيروح، ومش هبالغ اقول تعبنا كله هيروح. الآية دي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. يعني إيه عبث؟ عبث إنك تعيش من غير اتجاه، من غير هدف، من غير غاية. ولازم تسأل نفسك أنت ليه بتشتغل؟ إيه هي معايير نجاحك؟ لو معايير نجاحك إنك تشتغل عشان تجيب فلوس، عشان تجيب العربية اللي انت حاببها، عشان تسهر، علشان تجيب الفيلا، عشان تجيب البيت، عشان تأمن مستقبل حياتك، صدقني غلط. وهقول لك بطل سعي، بطل تشتغل، انك انت كده بتجري ورا الفشل ما بتجريش ورا الحياة. لكن لازم تعرف ان الشغل والجواز وكل الكلام دوت وسائل تعيش بيها مش هدف تعيش بيه. طب يعني انت عايز نعمل ايه؟ طيب يعني ايه هدف عيش بيه؟ هدف اللي هو ايه الحاجة انت المفروض تعملها بعد ما تموت هتفضل موجودة وتجيب لك حسنات وانت ميت. ده المفروض يكون هدفك في الحياة. وعشان اعرفك الفكرة مش في الفلوس وانت مش متضايق علشان الشغل وحش، تعال. في ناس كتيرة اغنياء مش مبسوطة، في ناس كتيرة مش لاقية تاكل وعايش سعيدة. فين الفيصل هنا؟ الفيصل ده اختار يعيش ازاي وده اختار يعيش ازاي. اختار هو عايز يعيش ليه، ودوت اختار عايز يعيش. ده جري ورا الفلوس وده جري ورا الاخرة، ازاي يسيب حاجة
تجيب له حسنات، بيساعد ناس. لو انا والله عايز اشتغل عشان اجيب فلوس ابني بيها جامعة، اساعد اهلي، مش عايز يبقى اهلي محتاجين، مش عايز اساعد بيها الناس، اقرب من ربنا اكتر بالفلوس ديت، ابني حاجه خيريه، يبقى في يعني رزقك دوت فيه خير انت تحطه فيه. لكن سهر وعربيات وفيلا والشو والترند، صدقني بطل تشتغل. وانت عاوز تبقى ناجح، تمام، سيب اثر او قيمه للناس بعد ما تموت. والله العظيم ده انت لو بنيت كولدير ميه خيرا من كنوز الارض. لان انت لما بتموت ما بتاخدش اي حاجه غير عملك بس. عملك هو اللي هيتكلم عنك، انما فلوس، شهرة، ترند، والله العظيم ما له اي فايدة. فنجاحك سيب اثر او قيمة للناس. حياتك المفروض تبقى ليها غاية، مش مجرد ادارة فواتير. وسيبك من الناس اللي بتقولك متبقاش عبد الوظيفة، سيبك، ابعد عن الناس دي خالص. سيبك من الناس اللي بتقولك اشتغل في البيت، اشتغل في التجارة الإلكترونية، اعمل فلوس أونلاين وأنت قاعد في البيت، اشتغل فريلانسر، اشتغل أبورك، تكسب ملايين في الدقيقة. ازاي بقى عندك 25 سنة وما عندكش مال قارون؟ ازاي ما عندكش 4 عربيات على الأقل؟ ازاي ما عندكش 3000 فيلا؟ ازاي ما بتطيرش في الجو؟ كلام غريب كده، وكلام لا يمت الواقع بأي صلة. الحقيقة الناس بتصدق الكلام ده، بيصدق الكلام دوت وبيمشي وراه، والله حياته بتتقلب 180 درجة. أنا جاي بقى أبين لك الحقيقة. الناس ديت مش حرة ولا أي حاجة. الناس ديت عبد اللايك، عبد للعميل، عبد للترند. هو غير شكل القيد. يعني مثلا الوظيفة القيد بتاعك المدير، هو القيد بتاعه اللايك، عدد المشاهدات. القيد بتاعه تقييم العميل عليه على الموقع عشان عمل له المشروع بتاعه. أنا اشتغلت في الحوار دوت، فسألت نفسي سواء الوظيفة وسواء العمل الحر، أنا مش حر، لكن شكل القيد بيختلف. هو نفس الملعب بس الكراسي مختلفة، دي الفكرة. فالناس اللي بتوهم لك الحرية ديت ويجي يقول لك ابعد عن الوظيفة، ابقى حر، اشتغل في التجارة واعمل فلوس من البيت، انا جاي اسألك سؤال بقى، هو انت فعلا حر؟ ولا انت ممكن قلبك يقف لو التليفون وقف ساعتين او باظ او اتسرق؟ هو انت فعلا حر ولا لو المحتوى بتاعك او الفيديو بتاعك ما جابش الريتش اللي انت عاوزه، ما جابش عدد اللايكات اللي انت عاوزها؟ لا، انت ممكن حياتك تتدمر بسبب فيديو ما جابش الريتش اللي انت عاوزه، يبقى انت مش حر. بس انت غيرت القيد بتاعك، بدل ما من مدير يبقى هو القيد بتاعك، لا، القيد بتاعك الترند، العميل، تقييم العميل، اللايك، الريتش، عدد المشاهدات. فانت مش حر، انت غيرت الشكل بس. فانت يا بتاع الشغل الحر وبتاع الوظيفة في نفس الملعب، لكن مفيش حد حر، هي بس الكراسي مختلفة، لكن حر لا. الكلمة اللي أنا دايما بقولها، غير تفكيرك حياتك كلها تتغير. ابعد عن المشتتات، مش أي كلمة تسمعها. اعرف انت بتتابع مين، بتتفرج على مين، وما يغركش كثرتهم. بمعنى انك ما تتابعش اي حد جايب شعبية حلوة، ما تتابعش اي حد عنده شراكات كتير والناس بتتكلم عليه. الناس مش عارفة هي بتتابع مين، بس هي الناس بتجري ورا الوهم، وهم اللايكات، وهم الترند. فالناس واخداها فكرة الترند ابعد عن الناس ديت. شوف انت بتكلم مين، حكم دينك، حكم عقلك في اللي انت بتسمعه. هتعرف اللي كل الناس ديت بتاكل عيش على قفاك. فاللي عاوز الحرية قدامك حل واحد بس، وقسما بالله ما تحطش الدنيا في قلبك. ربنا خلق لك الدنيا عشان تحطها في ايديك وتفيدك لاخرتك، انما ما تحطهاش في قلبك وتكسرك. ربنا لخص الدنيا دي كلها في آية واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم: ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا تديك إحساس، ما تديكش حقيقة. فربنا اداك الدنيا عشان تستعملها لآخرتك، تفيدك، تقربك من ربنا، مش علشان تستغلك وتاخدك في دوارة الحياة، شغل وضغط وقلة الفلوس، وتموت وانت مقهور على عمرك. قمة الجهل اللي انت مركز فيها برضه. انت عارف انت هتموت، عارف ان كل ده انت مش هتاخده معاك ومركز فيها. انا بستغرب والله العظيم بستغرب انت الواحد بيصحى الشغل الساعة 7 ولا الساعة 6 وبيصحاش قبليها بساعة
للفجر، بيصحى للرزق وما بيصحاش لصاحب الرزق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. والله بستغرب ان الواحد ينام كده عادي وهو ما صلاش فروضه، وهو ظلم، وهو افترى. بستغرب والله. والله انت هتعيشها مرة واحدة. فلو يومك عبارة عن شغل بس، سواء بقى الوظيفة أو شغل أونلاين، بضاعة داخلة بضاعة خارجة، تحويلات دولار يورو، شغل بس، ومفيش صلاة ومفيش ذكر ومفيش ورد قرآن ومفيش أي عمل صالح، صدقني أنت بتتعب نفسك على الفاضي. والحياة اللي أنت بتدور عليها والله ما تجيلك. حتى لو جاتلك مش هتعيش مبسوط. حتى لو جالك الفلوس والعربيات اللي أنت نفسك تعملها، والله العظيم ما تعيش مبسوط. لأن حياتك وحياة روحك وسعادة روحك مش في الفلوس، مش في العربيات، في العمل الصالح، في العمل اللي هيزود لك حسناتك وانت ميت. سعادة روحك في ده. لكن انت هتشتغل 12 ساعة وتيجي تنام وتصحى، تشتغل 12 ساعة وتيجي وتنام وتصحى. يا حبيبي، ما وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. انت مخلوق عشان تعبد ربنا، مش عشان تشتغل. فانت عايز تعيش مبسوط وانت بعيد عن ربنا؟ لا والله 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 العظيم ما هتدوق طعم السعادة طول ما انت بعيد عن ربنا. الفكرة اللي انا عاوز اوصلها لك هنا، ما تحطش الدنيا في قلبك. في آية بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لكي لا تأسوا على ما فاتاكم ولا تفرحوا بما آتاكم. دي معناها ايه؟ انك ما تتغرش باللي جه وما تتحطمش باللي راح. المطلوب منك وازن امورك، وازن الدنيا. مش اي حاجة تحصل لك في الدنيا سواء وحشة او حلوة تفرح او تحزن. يا حبيبي الدنيا رايحة جاية. ده عمرك كله عدة انفاس، نفس داخل نفس خارج، نفس دخل ما خرجش انت مت. فللتوتر وللحزن وللاكتئاب مش والله ما محتاجة ولا مستاهلة ولا مستاهلة. فالدنيا عمرها ما كانت مقياس. الفلوس عمرها ما كانت مقياس. اللايك والترند والشهرة وعدد المشاهدات والله العظيم ما كانت مقياس للنجاح ولا مقياس لحياتك. عايز افهمك حاجة. قلة متابعينك وقلة شهرتك ده مش معناها عشان انت فاشل، مش عشان محتواك وحش، لا، عشان ان بص، الفكرة كلها الناس ما بتحبش الا المحتوى التافه، ما بتحبش الا الحاجة اللي تسليهم وتخرجهم من المود. الشغل جايين من الشغل التعبانين، انا مش هسمع نصايح، انا هسمع حاجة تضحكني. مقلب بقى، تنمر على الناس، فيديوهات بقى، جايب فيديو يقعد يتنمر عليه، رقص. فالناس ما بتحبش الا التفاهة. ما تقيس نجاحك بعدد اللايكات. النجاح عمره ما كان بعدد اللايكات، النجاح عمره ما كان بعدد الاشتراكات. تبقى ناجح امتى؟ لو اثرت في حياة شخص واحد، اخوك بقى، صاحبك، والدك، والدتك، اختك، حد ما تعرفوش، انت كده ناجح. واقوى مثل على الكلام دوت سيدنا عمر بن الخطاب، من خليفة المسلمين، امير المؤمنين. كان شجاعته ملهاش مثيل، قوته واخلاقه ونصرته المظلوم. يعني ساب اثر وقيمه العالم كله يتعلم منها. برغم من دوت ما كانش عايش غني، كان بسيط، اكله بسيط، كان بينام على الحصير. عاش غني؟ لا، هو دور ومشي في نهج جعله من 10 مبشرين بالجنه. دور على الاخره. فهو كان بيقول ايه: نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فهو في آية: بسم الله الرحمن الرحيم، هو ابتغي بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الدين موازن، تشتغل، تاجر، تتجوز، لكن ما يكونش الجواز والشغل والكلام ده هدفك، لكن دي وسائل تعيش بيها. ما تخليش الدنيا تلهيك عن هدفك الحقيقي اللي هو الآخرة. بمعنى ما تكونش شغال وأذان يأذن وتكمل الشغل بعد كده تصلي، بقى انت كده ايه، ما في مهب الريح. سيب الشغل وروح صلي وارجع، انت كده ماشي صح. انت كده ربنا هيكرمك في يومك، هيكرمك في شغلك، هيكرمك في رزقك. انما يعني ايه، ما تبديش حاجة عن حاجة، ما تبديش بالتافه عن المهم. الشغل مهم لكن الصلاة اهم. فاي حاجة قدام الدين وقدام هدفك هدفها. تمام. واخيرا الرساله انا عاوز اوصلها لك: احساسك بالتعب والارهاق والغم والهم والحزن مش عشان انت ضعيف، مش عشان انت فاشل، بس علشان انت عايش
في حياه، معايش نفسك في حياه مش معموله لروحك اساسا. فالحياه اللي مش موجوده في سنه 2026 حياه تريح روح الانسان مش الانتاج بس. وكده وصلنا لنهايه الحلقه. اسال الله التوفيق والسداد، وما تنسانيش في اللايك والاشتراك وفعل الجرس علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، والدال على خير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.